بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. لا تنسوا الدعاء لوالدي بالرحمة والمغفرة بإذن الله. حامد حمدان نادي بتروجيت أخيرا بيرد على الزمالك في بيان رسمي محدش فاهم منه أي حاجة، والزمالك بيعمل في صمت شديد جدا جدا، والأهلي يستنكر المفاوضات مع مصطفى محمد، وجنش مش عارفين هو في ايه مع جنش واشمعنى نادي مودرن سبورت. كلام مهم جدا جدا في الفيديو، اوعى تروح في اي حته خالص خالص خالص. لا تنسوا الاشتراك، مهم جدا جدا في القناه، وفعلوا زر الجرس مهم جدا جدا. ويلا نبدا الكلام بسرعه شديده، يلا بينا. طيب، حامد حمدان ونادي الزمالك هي صفقه عملت بلبله او عملت دوشه او عملت صيت او عملت شو كبير جدا جدا، وفي ناس كتير اكلت من ورا الموضوع عيش، وده مهم جدا جدا. الزمالك اشتغل في صمت شديد في الصفقات حتى الان. الزمالك محدش عارف هو هيجيب مين. الزمالك حتى هذه اللحظه لم يعلن التعاقد مع اي لاعب. كل دي حاجات ايجابيه في نادي الزمالك، ولكن صفقه حامد حمدان هي غريبه شويه، لان مفيش اي نادي زي بيراميدز زي الاهلي داخلين في الصفقه. فالموضوع المفروض ان هو يبقى سهل، وانت مش رايح تجيب لاعب من بيراميدز، لا انت رايح تجيب لاعب من بتروجيت. يعني ايه؟ يعني نادي مش جماهيري، يعني الجماهير مش هتضغط عليك، يعني انت مش بتنافس على الدوري، يعني انت مش بتنافس على المربع الذهبي، انت ولا اي حاجه، انت شركه بترول ولا اي حاجه بتلعب في الدوري المصري. ولكن التعند الواضح جدا جدا تجاه نادي الزمالك غريب جدا جدا، لان نادي بتروجيت ده نفسه هي شركه بتروجيت هي بايعه احمد رضا في يناير اللي فات للاهلي. احمد رضا الزمالك كان داخل فيه، هم باعوه للاهلي، بايع لاعب مهم جدا جدا عندك في يناير. طبعا الميركاتو في يناير غير في الصيف، في الصيف بيبقى اسهل من الشتاء. ولكن اداره نادي بتروجيت نزلت بيان غريب بيقول لك الزمالك كلمونا وما فيش اي مفاوضات رسميه، وفي نفس الوقت بيقول لك ان حصل اجتماعات وعدلوا البيان ومحدش فاهم اي حاجه. وحتى الان الزمالك ما قفلش الموضوع او رد على الموضوع، واللاعب بيتمسك بالزمالك واللاعب عايز الزمالك. انت هتخلي لاعب يلعب معاك بالعافيه؟ ده في 25 في 2025 الكلام ده، اللاعب بيلعب معاك بالعافيه في 2025. غريب جدا 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 هذا النادي والتعنت الواضح تجاه نادي الزمالك، لان بيبو لو خبط على الباب هيقولوا له خش وخد النادي وامشي. ده مهم جدا. الزمالك حتى الان لم يرد على بيان نادي بتروجيت، واعتقد ان الزمالك لازم ينسحب ويعلن عدم تعامله مع هذا النادي مرة أخرى. سهلة جدا وبسيطة جدا، لازم رد فعل منك صارم وعدم التعامل مع هذا النادي، أو توبيخ هذا النادي، أو يعني بيان ساخن من نادي الزمالك. نحن في انتظاره، لأن بنسبة كبيرة هم قالوا إن الزمالك ما فيش مفاوضات رسمية، فأعتقد إن الزمالك هينزل الخطاب او البيان او المفاوضات الرسميه اللي هو عملها مع نادي بتروجيت. ده مهم جدا جدا، وده موضوع حامد حمدان من وجهه نظري. اللاعب متمسك بينا ولكن اتمنى ان الزمالك يقفل الموضوع عشان بوخ مصطفى محمد. هل الاهلي عايز مصطفى محمد؟ هل الاهلي فاضل مصطفى محمد؟ النادي الاهلي ده بيفكروني بحاجه لذيذه جدا. يا ابني وانت يا ابني مش كنت هتموت وتتجوز البنت دي يا ابني؟ لا ايه ده، انا ولا في دماغي يا ابني. ده انت يا ابني هتموت عليها وعمال تكلمها وتتحايل عليها عشان تتجوزها. لا هو الاهلي بيفكرني في كده. ما ينفعش النادي الاهلي العظيم التاريخي الكبير الجبار الحراق الناري ان لاعب يرفض الاهلي. ايه المشكله لما لاعب يرفض الاهلي؟ ايه العار اللي هيلبسكوا لما حد يرفضكم؟ هو لازم اي لاعب بتفاوضه تاخده؟ لازم اي لاعب بتفاوضه يقول لك امرا وطاعا؟ لازم اي لاعب بتفاوضه يبقى جعان؟ لازم اي لاعب بتفاوضه يبقى كلب فلوس؟ مش لازم خالص. في مصطفى محمد بدأت
تطرطش كلام بعد ما مصطفى محمد امبارح كتب زمالك على الانستجرام، يعني موضحا ان هو مش عايز الاهلي او مش هيروح الاهلي. فاللجان بقى زي كده ما تعرفش مين بيعمل ايه ولا مين، خلاص اللجان الالكترونيه بقت مفضوحه. الناس اللي بيجي لها تعليمات بقت معروفة، ويطلع مسؤول في النادي الأهلي في خبر عاجل ينفي ويستنكر أي مفاوضات مع مصطفى محمد وكلها إشاعات مغرضة. واخد بالي في الشارع اللي وراه. النادي الأهلي هيموت على مصطفى محمد، والنادي الأهلي عايز مصطفى محمد، ومصطفى محمد هو اللي رفض الأهلي. عادي، لازم نبقى واضحين. لكن النادي الاهلي ما عندوش وضوح بربع جنيه. اعتقد ان هي حاجه زي قدامكم كده لذيذه ولطيفه وغريبه يا ابني ما تنطق يا ابني الاهلي فوضى ولا لا، ما اعرفش. بس هم قالوا لي اقول كده، يا ابني قول يا ابني، هم قالوا لي اقول كده. اعتقد ان صفقه مصطفى محمد فشلت مع النادي الاهلي. مش كل اللعيبه جعانه، ومش كل اللعيبه خاينه، وده مهم جدا جدا. اخر موضوع عايز اتكلم عليه محمود عبد الرحيم جنش. يعني نادي مودرن سبورت هو في موقف لا ينسى تجاه احمد رفعت. احمد رفعت اللي حتى الان حقه ما جاش. جسمي اشعر وانا بتكلم. هل هنشوف كذا واحد احمد رفعت؟ ده مهم جدا. جنش محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك السابق، جنش من الحراس او اللعيبه اللي عمره ما عمل مشاكل، عمره ما هرب من النادي، عمره ما عمل اي حاجه، عمره ما عمل اي مشكله. جنش هو بني ادم طيب ويستاهل كل خير. فوجئنا ان جنش نزل ان هو ليه فلوس وبيحاولوا يضغطوا عليه وي وان هو قال لك انا هطلع اتكلم ومش هسيب حقي، وكان طالع مع كابتن احمد حسن واللقاء اتلغى لاسباب غير معروفه. من يحمي هذا النادي؟ ده سؤال مهم جدا. في الفيفا وبره وفي القوانين اللاعب بياخد حقه تالت ومتالت. نتمنى ان جنش ياخد حقه، نتمنى ان جنش الناس تخاف عليه، ما تخافش على النادي. اتمنى توفيق لمحمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك السابق، ومن الحراس المحترمه والجدعه، غلبان وجدع وطيب والناس كلها بتحبه. هذا كل ما لدينا في الفيديو عن حديث مهم جدا جدا. اشترك مهم جدا جدا في القناه وفعل زر الجرس ولايك مهم جدا جدا، وجهه نظر في الكومنتات، واي حد عايز يقول اي حاجه في الكومنتات هرد عليه باذن الله. سلام.